ايه مالك في ايه؟ اتضايقت من التوظيف قوي. ايه؟ اديت توظيف. لو نفسك تتقبل في وظيفة احلامك فالفيديو ده ليك. يا ترى هتطلع لي واحدة فيهم؟ يا رب تطلع كلهم. الانترفيو هو المفتاح اللي بيدخلك اي شركه، وواحد من المواضيع المهمه جدا في البيزنس. عشان كده عملنا عنه سلسله كامله هنشوف فيه الانترفيو من الجهتين، جهه الموظف والمدير. هنتكلم الاول عنك الموظف والمراحل اللي هتمر بيها وانت داخل اي انترفيو، الانترفيو نفسه، التجهيز للانترفيو، المتابعه بعد الانترفيو، وكل مرحله هتمر منها ازاي. ولو انت انترفيور ازاي تختار صح الموظف اللي هيشتغل معاك. التجهيز للانترفيو مرحلتين. اول مرحله تجميع المعلومات، طبعا لازم يكون عندك معلومات عن 3 حاجات: الشركه والوظيفه والشخص اللي هتقابله. اي معلومه عن الشركه مفيده ليك، من اكبر معلومه لاصغر معلومه، واحسن مصدر تاخد منه المعلومات لو في حد تثق فيه موجود في الشركه، او ممكن تدخل على البلاتفورمز اللي فيها معلومات عن الشركه زي لينكد ان او الويب سايت بتاع الشركه، وده طبعا بيخليك تاخد ابديتس عن الشركه والدايركشنز اللي رايحه له. او ممكن تاخد معلوماتك من اي بارتنرز او سبلاير بيتعامل مع الشركه. وطبيعي لازم تعرف معلومات عن الوظيفه: اسم الوظيفه، تبع اداره ايه، مكانها فين في الاستراكشر بتاع الشركه والاستراكشر بتاع الاداره اللي انت هتروح لها، ايه الجوب ديسكريبشنز بتاعت الوظيفه، ايه الكومبتنسز والسكيلز المطلوبه للوظيفه دي، ايه الكواليفيكيشنز اللي انت محتاجها عشان خاطر تقدم للوظيفه دي، مين كان في الوظيفه قبل كده، ولو عرفت توصل له يبقى تمام وتعرف هو مشي ليه. مهم الراجل المدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. تالت حاجه مين الشخص اللي هيعمل لك المقابله، في اداره ايه وايه التايتل بتاعه، لان خلي بالك الموضوع هيفرق لو كنت هتقابل اتش ار ولا هتقابل مديرك المباشر ولا مدير الشركه. الاتش ار هتلاقيه دايما بيراجع السي في وبيشوف السكيلز والكومبتنسز بتاعتك المطلوبه للوظيفه، وبيسالك دايما عن مرتبك السابق والبدلات اللي كنت بتقبضها وتوقعاتك في الراتب الجديد. المدير المباشر بيسال دايما في تفاصيل الشغل، بيبقى مهتم انت سبت الوظيفه اللي فاتت ازاي. اما مدير الشركه بيبقى عايز ياخد فكره عنك في العموم، وبيطمن من اللي عديت منهم قبل كده اختاروك ازاي. ممكن يكون اللي بيقابلك شركه سيرد بارتي زي شركات التوظيف، وعادي ان ده يحصل، ودول غالبا بيركزوا على الجوب ديسكريبشن اللي مكتوبه قدامهم. وطبعا في شركات كتيره بيدمجوا 3 في بعض وبتبقى مقابله واحده. كده جمعنا المعلومات ويلا نجهزك للانترفيو. جاهز؟